تيجي اسكندرية لازم تعيش عيشة الملوك، ولازم تشرب الشاي زي الملوك والرؤساء. يلا بينا. بس والله ده إحساس عظيم جدا إنك تدخل من بوابة مكان كان بيدخل منه جميع رؤساء الدول العربية أثناء انعقاد القمم العربية داخل قصر المنتزه. أول ما تدخل هتلاقي 4 تماثيل لأسود الملك فاروق، اللي يقال قديما إن هي كانت أسود حقيقية كان بيروضها الملك فاروق وكانت بتنام في الوضعية دي، فحولناها إلى تماثيل رخامية جميلة. وهنا هتلاقي استراحة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اللي اتحولت لكافيهات حاليا. وهنا كمان اتصور فيلم أبي فوق الشجرة أو الأغنية الشهيرة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. وهنا كمان هتلاقي استراحة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات. تعال بقى نخش على الجمال. بخلاف فندق فلسطين الشهير اللي كان بينعقد فيه قمة الدول العربية ومناقشة قضية فلسطين، هتلاقي مجموعة من الشاليهات على الطراز الأفريقي ممكن تأجرها في الصيف وتستمتع بالرفاهية. وهتدخل على التحفة المعمارية قصر الحرملك اللي بناه الملك فؤاد الأول سنة 1925 على الطراز الإيطالي على يد المهندس الإيطالي فروتشيه والمهندس المصري حسن باشا العدوي. ده غير قصر السلاملك خالص، مبني على 4 طرازات مختلفة: البيزنطي والقوطي والكلاسيكي والطراز الإسلامي. تحفة القصر المعمارية دي مكونة من أكتر من 200 غرفة. ده كمان الزخارف على طراز الباروك والروكوكو. في غرف كتير علشان الشماشرجية والوصيفات اللي بيخدموا الأميرات، بخلاف غرفة الملك وغرفة ولي العهد اللي كانت مصنوعة من الفلين المضغوط علشان ما تزعجش الملك فاروق وهو نايم أيام ما كان طفل. بعدها بفترة بيجددوا الملك فاروق وبيحفر سرداب بيربط بين القصر والبحر علشان يستخدمه في حالة حدوث أي حصار أو هجوم. لكن قامت ثورة 23 يوليو قبل الانتهاء من السرداب ده. أماكن كتيرة هتستمتع بيها في قصر المنتزه بالأسكندرية. ندخل على كشك الشاي المخصص لشرب شاي العصاري عند الملك فاروق. في نفس المكان هنا كان بيقعد الملك فاروق ملك مصر والسودان علشان يشرب الشاي بتاعه على شط اسكندرية في كشك الشاي اللي بناه داخل قصر المنتزه سنة 1938، وكان من تصميم مصطفى باشا فهمي. واحنا حاليا قاعدين في نفس المكان، واللي صممها مصطفى باشا فهمي على الطراز اليوناني. ومن وجهة نظر المتواضعة إن ده تصميم موفق جدا لأنه يليق بتاريخ الأسكندرية العريق. ودي ال4 تماثيل من الرخام بيمثلوا الفصول ال4، كل واحد فيهم بيرمز لفصل من فصول السنة. فتخيل نفسك يا صديقي البرنس وتتخيل ليه انت فعلا بتشرب الشاي على شط الأسكندرية الجميل.